فاصل على الكلام على إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند القاف أو الكاف. وكنا قد ذكرنا بأن مخرج القاف والكاف من أقصى اللسان، والنون من طرف اللسان، فمخرجهما بعيد. فهذان الحرفان فقط من بين 15 حرفا عند تهيئة الفم للإخفاء عندهما فإن المخرج ينقفل تماما. من، يعني لما بقول من قبل، لما بقول من أقصى اللسان قد التصق بالحنك اللحمي وانقفل هذا المكان، ما عاد في صويت فموي، كل الصوت يتحول عن طريق الخيشوم غنة فقط. من قا، انتبهنا؟ كذلك الأمر عند الكاف لما نقول أن كان منكم، من انتقل من مخرج الميم إلى مخرج الكاف. مخرج الكاف الذي هو مجاور للقاف بس مو على الحنك اللحمي، على الحنك اللحمي والعظمي. لذلك الجزري قال والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، يعني إلى الأمام قليلا. من أيضا ينقفل المخرج عند أقول منكم، من هنا كامل الصوت يمر عن طريق الخيشوم، من طريق الفم ما عاد في شيء. وذكرت في الحلقة الماضية وأكرر ما نسمعه من بعض أبنائنا وبناتنا ممن يقلدونهم من بعض القراء الذين لهم تسجيلات، بيقول لك ما قبل هكذا صوت من الفم مع القاف، كان صوت من الفم مع الكاف، هذا كله لا يصح، هذا كله لا يصح. وليس الصوت المتلقى هكذا، ليس الصوت المتلقى هكذا. كامل الصوت عن طريق الخيشوم. لكن بالنسبة للقاف في أمر سأريكم إياه في اللوحات إن شاء الله. نرى اللوحة التي معنا التي تبين كيفية توضع اللسان عند نطق نون المخفاة عند القاف أو الكاف. نرى على اللوحة قد كتب شكل الفم عند نطق النون المخفاة قبل القاف والكاف. لاحظوا اللوحة التي على يمين الصورة بارك الله فيكم، ولاحظوا بأن الصوت يخرج من الوترين الصوتيين. لما يصل إلى ما بعد لسان المزمار لاحظوا بأن هناك سهم له رأسان. الرأس اليسار توقف الصوت، يعني ما عاد في شيء يمر عن طريق الفم. لما؟ لأن جذر اللسان أو أقصى اللسان قد أقفل المخرج تماما بالتصاقه على الحنك اللحمي، بينما الصوت يتابع طريقه صعودا إلى الخيشوم ويمر عبر فتحتي الأنف. من قا. هناك أمر آخر في هذه الصورة وأرجو أن تنتبهوا له، أن لسان المزمار عند السهمين اللذان لهما رأسان، السهم الذي له رأسان، لاحظوا بأن لسان المزمار قد رجع إلى الوراء، وهذا الرجوع قد أحدث تضيقا في الحلق. هذا التضيق دائما يصاحب الصوت المفخم، يعني من أسباب تفخيم أي صوت أمران: رجوع لسان المزمار وتصعد الصوت إلى قبة الحنك. الآن قبة الحنك ما في عاد شيء يعني يذهب إليها لأن الصوت مقفول تماما. ما الذي بقي؟ بقي رجوع لسان المزمار وجعل الصوت كله في مجرى ضيق. هذا الضيق يجعل صوت الغنة يصير مفخما. من قا، جربوا من قبل، من، تجدون بأن الصوت مفخم مع أنه ليس ثمة صوت يمر عن طريق الفم. أرجو أن يكون هذا الأمر قد وضح. اللوحة التي على اليسار هي كذلك، الأقصى اللسان قد أقفل الحلق، ولكن في منطقة الحنك اللحمي والحنك العظمي، ولكن لسان المزمار لم يرجع إلى الوراء. لاحظوا الفرق بين الصورتين عند السهم الذي له رأسان. الصورة التي على اليمين لاحظوا بأن لسان المزمار رجع إلى الوراء وصار في تضيق في الحلق، بينما الصورة التي على اليسار لسان المزمار لم يرجع والحلق ما زال. لذلك بنقول أن كان منكم غنة، لكنها غير ما معها تفخيم. لماذا ما معها تفخيم؟ لأنه ما معها رجوع للسان المزمار.
هذا أمر من دقائق علم التجويد، انتبهوا له وافهموه وطبقوه. بارك الله فيكم. إذن اللوحة على اليمين وضع اللسان أثناء إخفاء النون عند القاف، بينما التي على اليسار وضع اللسان أثناء إخفاء النون عند الكاف. واضح؟ الله يسلمكم. يعني حتى يعني أيضا أثبت هذا المعنى، لما بنقول مثلا من صلصال بدي يجيب نون مخفاة بعدها صاد، من الصوت الذي أنطقه الآن مفخم. من أين جاءه التفخيم؟ جاءه من أمرين. الأمر الأول أن الصويت الفموي الذي تكلمنا عنه، باعتبار أن الفم متوضع على مخرج الصاد، الصوت شو عمل؟ صعد إلى قبة الحنك كما ذكرنا في تعريف التفخيم، واصطدم بها وعاد وله رنين. هذا الذي يعني يتكلم عنه علماؤنا، ولا يتكلمون عن الجزء الثاني الذي هو رجوع لسان المزمار. هذا أمر واقع، رجوع لسان المزمار محسوس ومدروس ويعني واقع، ما يحتاج إلى إقامة براهين. لما نقفل المخرج عند إخفاء النون عند القاف، من قا، الصويت الفموي ما عاد موجود، بقي مين؟ بقي رجوع لسان المزمار، والتضيق اللي صار في الحلق هو الذي أدى إلى إلى فخامة الغنة، وهذا التغليظ، غنة مغلظة. من قبل، من قا. أسأل أحيانا كثيرا أنه لما نقول من قا، أين التفخيم؟ من فين يأتي إلى هذا الصوت مع أن الفم مقفول؟ نقول التفخيم يأتي إلى هذا من رجوع لسان المزمار وجعل الحلق مجرا ضيق، فبسبب هذا الضيق يحدث هذا الغلظ في الصوت، هذا التفخيم للصوت. واضح؟ أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا عند حروف الإخفاء 15.